صباح الخير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. حابب ادردش معاكم شويه لان حاسس كده يمكن حضراتكم متابعين وملاحظين في حاله من الحزن والهم والاحباط متفشيه في المجتمع بشكل عام. يمكن ناس كتير بتتكلم وبتكتب حتى على السوشيال ميديا. في حالة حزن، في حزن في الجو كده مش طبيعي يعني. طبعا احنا فاهمين ده ليه، ولكن تعالوا ندردش مع بعض. اسمحوا لي اتكلم معاكم يعني بصوت عالي، نتكلم مع بعض شويه، لان فعلا بيوجعني قوي لما اشوف ناس محبطه حزينه مهمومه. فده برضه بيضايقني شويه لان حابب الناس كلها تبقى فرحانه. فتعالوا نتكلم مع بعض شويه، ايه اكتر حاجه وجعاكم؟ يعني انا كان نفسي للاسف ده يبقى لايف بيني وبينكم عشان اسمع ارائكم وكده، كان للاسف حسابي واخد بعض القيود والعقوبات من اللي ما يتسموا دول، عشان خاطر زي ما كلنا بندعم اللي بيحصل في غزة وبتاع، فللأسف واخد بعض القيود منها إن ماليش حق إن أطلع بس مباشر وبتاع، فسبحان الله أتكلم كده يعني. ولكن يعني نتخيل إن في حوار بينا مع بعض. أكتر حاجة وجعكم إيه؟ تعالوا نتكلم مع بعض شوية ونحطها في ترتيب واحد اتنين. أكتر حاجة وجعانة مثلا حاجات يعني كل حاجة صغيرة ولكن مع بعضها بتعمل حالة الإحباط اللي متفشية، والمناخ اللي مش عاجبنا كلنا ده. من الحاجات اللي وجعانا مثلا قطع الكهرباء سواء ساعة أو ساعتين، دي حاجات وجعانا مضايقانا كلنا، بتعطلنا عن أعمالنا، عن حتى اللي بيقعد على النت اللي بيتفرج على ماتش بتاع. قطع الكهرباء. حاجة تانية وجعانا مفيش شغل، في ندرة في الشغل شوية، والتعيينات بشكل عام من الشباب وكده. الحاجة التالتة والمهمة اللي وجعانا برضو وما نبعدش عنها، اللي بيحصل حوالينا، اللي بيحصل في غزة تحديدا. فلو احنا رتبنا الحاجات دي اللي حابين نتكلم فيها مع بعض، مثلا نبدأ بموضوع قطع الكهرباء. قطع الكهرباء بيبقى ساعة أو ساعتين في اليوم. عارف إن ده بيضايقنا كتير جدا، ولكن خطوط يعني، ولكن آه، مش هقول الكلام اللي هو اللي انت عارفه، يبقى كلام اللي هو الكلام المستنصر ده، اللي احنا احسن من غيرنا، ونبص حوالينا واللي بيحصل في البلاد اللي حوالينا، اللي بيحصل في غزه وكده. ولكن فعلا افترضوا معانا مفيش حل تاني. ما هو لو عندهم الكهرباء متوفره اكيد مش هيبخلوا بقى على الناس. يعني عارف انا متضايق زيكم بالظبط، بس بنفكر مع بعض يعني. يعني لو كان الحياه تستمر، وكل اللي هيصيبنا من فشل الحكومات ان هو يتقطع الكهرباء عندنا ساعه وساعتين في اليوم، شكرا، مش عايزين حاجه تاني. لان خلينا نتكلم بصراحه شويه، مفيش عباقره ماسكين البلد قوي عشان نتوسم فيهم ان الدنيا هتبقى بيس والدنيا جميل. فبنقول ان هو يا ريت تقف على كده الموضوع، لان زي ما احنا شايفين كده في حالة في الجو كده، يعني مفيش تنسيق، مفيش ان احنا بناخد رأي الناس وده بيوجعهم نخفف عنهم، الكلام ده كله مش موجود يعني. خلينا نتكلم بصراحة. فلو كانت الموضوع هينتهي او هيوصل لنا بس عن طريق انه يقطع كهرباء ساعة او ساعتين في اليوم بس، نقف على كده يا ريت. لان دايما الناس بتتكلم اللي جاي بيبقى اسوأ، والاسعار بتزيد والوقود بيغلى، والمش عارف الطاقة بتقل والدولار بيزيد. فقصة كده. فهنقول احنا طبعا مش مع قطع الكهرباء، وان شاء الله تتحل باذن الله، لان احنا فاهمين قطع الكهرباء في الصيف اكتر، ولكن حاليا احنا في الشتاء. فيتوصل من الكهرباء تقل، تبقى ساعة واحدة مش لازم ساعتين، وممكن توصل يبقى مفيش نهاية خالص. فموضوع قطع الكهرباء ما تديلوش فرصة انه ياخد اكبر من حجمه في مساحة حياتك وفي تفكيرك. يعني اتس بي اوكي، يعني الدنيا بيس الحمد لله، ساعة وساعتين او ساعتين في اليوم. وانا مش مع ده برضه عشان الناس ما تطلعش تنقدني. يعني أنا طبعا مع ان الناس بقدر الامكان الحكومات تحاول تشيل العبء الملقى وتخفف الضغط الملقى على الشعوب من الافراد وكده. ولكن زي ما بنقول قطع الكهرباء ما تدوش اكبر من مساحته اللي بيها تخليك متضايق او مكتئب وكده. كلنا بنتاقلم على قطع الكهرباء. يعني الناس اللي ساكنه في ادوار عليا وفي اسانسير بشكل ما تاقلموا على الوضع، بقى ينزلوا في ميعاد في كهرباء، بيروح مشواره بيرجع بدري شويه بحيث ما يعني يلحق يطلع او ينزل قبل قطع الكهرباء، فهنتاقلم عليه بشكل او باخر. ده قطع الكهرباء. الحاجه التانيه اللي بتتعبنا مثلا موضوع مفيش شغل. وانا ليه اعتاب بصراحه، يمكن انا بصفتي طبعا في المطبخ شويه وموجود، وبصفتي برضه على الساحه الاعلاميه وفي البترول والكلام ده كله.
بلاحظ ان الشباب مستني العمل في لازم، يعني عايز يشتغل في حكومه، في قطاع عام. مش لازم نستنى التعيين في الحكومه والقطاع العام. والله يا جماعه، واكيد الاخوه الموظفين متابعيني في كده، اي مشروع خاص بره، اي مشروع بره تجاري او خاص او حاجه صغيره بيكسب اكتر من البترول والله. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديثه الشريف: 9 أعشار المكسب في التجارة، 9 أعشار المكسب، ويكاد يكون العشر اللي فاضل هو بتاع المصالح الحكومية وكده. تابع معاك هتلاقي، هات واحد شغال موظف في أي شركة كان حتى لو بترول، وحد تاني فتح مشروع صغير وليكن حتى دكان أو محل. فجأة تلاقي الدكان دوت أو المتجر أو المعرض دوت بيبني فوقيه وبيبني عمارة، بيجيب اتنين وبتاع. التجارة كويسة مش وحشة. فاللي عايز اقوله اتجمز بالجميز لغايه ما يجي التين زي ما بيقولوا. مش هنستنى الحكومه، مش هنستنى قطاع عام، نحاول نجمز. هي فتره وهتعدي، يعني مش هنفضل كده على طول، الدنيا مش هتفضل كده على طول. اكيد هيجي وقت، لان زي ما قلنا قبل كده في حالات نقص في العماله موجوده، في ناس بتطلع معاش، في ناس بتتوفى. فلازم هيحصل عمليه احلال وتبديل مع الوقت يعني. ولكن اللي عايز اقوله مش هنستنى كده زي ما اهالينا قالوا زمان: تجمز بالجميز لغايه ما يجي لك التين. فده موضوع الشغل، فهي فتره وهتعدي نستحملها شويه. انا عارف ان كل اسره النهارده عندها شاب او اتنين نفسها تشوف ابنها متعين. فاحنا بنقول لا، في فرق يا جماعه، والكلام ده قلنا قبل كده حتى على الساحه. في فرق بين التعيين وبين الشغل يعني. انت لو مستني ابنك يتعين، في صعوبه شويه في التعيينات. انت عارفين حضراتكم صندوق النقد واملاءات والكلام ده كله. ولكن عايز ابنك يشتغل هيشتغل، دور على شغل هتلاقي. في فرق زي ما قلنا بين التعيين وبين الشغل. التعيين هو اللي فيه صعوبه شويه، انما الشغل موجود. الشغل موجود في كل حته في كل مكان، ومش لازم يعني تبقى في نفس المكان بتاعك. يعني الشباب برضو، لان بيحصل كتير والله، شاب يجيب له فرصه عمل، لا مش هينفع، دي بعيده، دي قليله. يا جماعه اتجمزوا. انا والله العظيم الواحد مش بيستعب يقول الكلام ده. احنا ما اتولدناش في بقنا فيها معلقه ذهب. انا اشتغلت حاجات ياما كتير جدا وانا صغير، لو اقولها لكم استغرب والله. يعني اشتغلت حاجات كتيره جدا وانا صغير. يعني انا اتربيت في اسره بتقدس الشغل. كنا واحنا طلبه حتى سواء في الجامعه او ما قبل نشتغل. يعني واحد من الناس مثلا بعت جيلات، عارفين الايس كريم، على بيت الايس كريم والجيلات. تخيلوا كنت بمشي ابيع ايس كريم. بعت خروب قبل كده في عربيه خروب في الشارع. فعايز اقول مش عيب. وشلت، اشتغلت في حاجه اسمها التلاجه دي مكان كبير جدا، مبنى كله عباره عن ثلاجه. فكانت بتيجي عربيات الفراخ واللحمه، نشيل كراتين على ظهرنا وعلى رقبتنا، ونطلع كراتين تقيله جدا، نفضي من العربيه للثلاجه او العكس، نجيب من الثلاجه نحط على العربيه. شغلانه كانت مضنيه ومتعبه جدا، ولكن هي اللي عملت منها رجاله دلوقتي. ما ندلعش عيالنا. انا معلش عندي عيال والله هم صغيرين، يمكن هم بيتفرجوا دلوقتي، لا شغال حتى لو من غير فلوس يشتغل. لازم يتعود على الشغل. فمش هنستنى فرصة العمل في جهاز حكومي أو قطاع عام أو شركة بترول. نعمل ده وإن شاء الله يعني إيه ربنا يكرمنا فيما بعد يعني. هي زي ما قلنا فترة وهتعدي إن شاء الله. دي حاجة تانية. بس مش معنى كده ان شاء الله يعني التعيينات جايه، ما تقلقوش، هي فتره. وانا متابع الناس كويس جدا، وحاليا دلوقتي في عقود مفتوحه، وفي شركات طلبت ناس. وفي انت عارفين العقود كتير، يعني نوعها كتير. في عقد يومه، في عقد باليوميه، في عقد حاجه اسمها مكافاه شامله. فالعقود دي كلها مفتوحه، والشركات فتحت والشركات هتفتح في المستقبل ان شاء الله. ولكن نصيحتي زي ما بقول لحضراتكم: اللي عنده يمنى انزل اشتغل في اي حاجه، اتعود على الشغل، خد الاتموسفير والطقس والجو بتاع الشغل. دي حاجة. حاجة تالتة وجعانا كتير، زي ما قلنا في الترتيب بتاعنا، اللي بيحصل حوالينا تحديدا، اللي بيحصل في غزة. فعايز اقول بس حاجة صغيرة: احنا مش في الجنة عشان نستمتع بالحياة ونطلع رحلات ومصايف. احنا لازم نتعب، لازم نتوجع، لازم نتألم. دي يا جماعة دار ابتلاء. الدنيا دار ابتلاء، لازم نتوجع. اتحداكم حتى انا والله، مش بعيد عن كده يعني. مفيش حد فينا النهارده بيعدي يوم الا لما يتوجع شوية، هي كده. سبحان الله. يعني في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان في تعب، معاناة وقسوة ومشقة. دي كده يكاد يكون في عقد بيننا وبين ربنا، إن إحنا لازم نتعب، لازم نكد، لازم نتألم، لازم نتوجع. ده بتكلم عن ناس يقول لك اللي بيحصل بيوجع عينينا. ما أنت مش في الجنة. في الجنة في خلود إن شاء الله في الجنة. وفي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ده في الجنة. في الدنيا هنتوجع ونتألم، وياما كتير جدا هننام وخدات مبللة بالدموع وهنتقهر. هي الحياة كده. عشان في النهاية ربنا بيغسلك من الدار دي كلها، من البلايا والصعوبات اللي بتشوفها، ويدخلك الجنة إن شاء الله. على قدر ما تشوف وتتوجع وتألم في الدنيا، على قدر ما تبقى مكانتك في الجنة. فما نيأس وما ننساش إن إحنا في دار ابتلاء، فهنتوجع ونتألم، وده شيء طبيعي جدا ومنطقي.
تاني حاجة هو يعني هو الآية كريمة جدا واضحة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فدي حاجة سوري، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلازم نفتن، لازم نتألم، لازم نتوجع، لازم ربنا يمحصنا ويشوفنا واقفين فين مع الحق ومع الحق أو ضده وكده. فعايز اقول حتى الاخوه نفسهم، وده والله حصل. ويمكن اللي تابع الحلقه معايا قبل كده كنت مستضيف الممثل الجميل ياسر علي ماهر، بحييه من هنا، ممثل جميل وبقى صديق شخص ليا، لسه مكلمني يعني. كان بيقول كلام جميل جدا، ان هو ليه اصدقاء في غزه كتير جدا بيتصلوا بيه عشان هم يشزوا من همته، عشان هم يدعموه نفسيا. يعني المفروض احنا موجودين هم، لا ده هم هناك، ما تقلقوش وما تخافوش، هم اللي بيدعمونا نفسيا، هم فرحانين من اللي بيحصل ده، هم على ارض الواقع منتصرين. اه انا فاهم ان انت كبنيه تحتيه انت بتشوفها بتتألم، المباني دي كلها وقعت والعمار دي كلها وقعت والناس دي كلها ماتت، ولكن هم فاهمين هم بيعملوا ايه، هم فاهمين، هم مستنيين من كده من زمان. لان زي ما انتوا بتتابعوا العدو بيفشل تماما في المواجهه، عنده العقيده القتاليه بتاعته يضرب من فوق. معظم الحروب اللي عملتها اسرائيل قبل كده كانت عن طريق طيارات، يعني بيستخدموا طيارات ومن فوق، فاهم؟ فاول مره يبقى القتال وجها لوجه كده، فندعي لهم بالنصر وربنا يكون معاهم ان شاء الله يصبرهم. وارجو ان احنا ما نزعلش، وارجو ان احنا بقدر الامكان نحاول ناخد شويه حسنات في الدنيا دي. وحتى التقي بكم في بث جديد، لكم ارق تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.